عربي محمد صلاح يستمر مشاهدينا الكرام في كتابة التاريخ، كتابة تاريخ منفرد. يصبح أول لاعب في تاريخ إنجلترا حقق جائزة أفضل لاعب في البريمير ليج خلال 3 مواسم مختلفة، وأصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ إنجلترا يجمع كل هذه الجوائز في موسم واحد فقط. حقق اللقب الهداف، أفضل صانع، أفضل لاعب في البريمير ليج، أفضل لاعب من رابطة المحترفين، وحقق أفضل لاعب من رابطة الكتاب. إذن أرقام مميزة جدا للنجم العربي محمد صلاح، كما تابعنا معكم مشاهدينا الكرام في كتابة تاريخ، وتاريخ صعب جدا بأحرف من ذهب. أرقام مستحقة وجوائز مستحقة كلها لصلاح المجتهد. بصراحة بيكتب تاريخ كبير جدا جدا لنفسه وللاعبين العرب في إنجلترا. إصراره على النجاح، ما تشوف صلاح بيتمرن، تشوف صلاح ملتزم في التدريبات، تعرف ليه هو بيحقق الأرقام والألقاب دي مشاري. نعم. فهو يستحق بصراحة عنوان للنجاح والاجتهاد، وربنا بيكافئ المجتهد والملتزم اللي بيحاول. فصلاح فيه كل الصفات دي، عشان كده ربنا بيوفقه بأهداف وبألقاب الناس بتستكترها عليه، ولكن أنا أشوف إن هو يستحق حتى مشاعر في هذه اللقطة. طبعا نوع من الوفاء لزميله اللي عاش معاه فترة طويلة، وشفنا بصراحة كل اللاعبين قدروا ازاي جوتا، انما صلاح اكيد علاقته بيه كانت مختلفة وباينة في رد فعله على التكريم اللي حصل. تعليق يوسف شيبو على محمد صلاح في إنجاز عربي عالمي في واحد من أصعب الدوريات. طبعا شرف يعني ان يكون لك اللاعب عربي ويفوز بهذه الالقاب، وفي دوري صعب، وفي دوري فيه افضل النجوم في العالم، هداف وكذلك افضل لاعب، ثم فاز بالدوري، فاز بكل الالقاب المتاحه على المستوى الشخصي. شيء جيد، وهذا دائما يعطيك الفخر ويعطيك الاعتزاز، ويعطيك كذلك الحافز للاعبين الاخرين للتالق. يمكن اللاعبين العرب كثر، ليس فقط في الدوري الانجليزي ولكن حتى الدوري الاسباني، الدوري الفرنسي. نعم. تسكين مدرب أوساسونا بعد الخسارة الأولى في سانتياغو برنابيو أمام تشابي ألونسو تحدث. نستمع معكم مشاهدينا ماذا قال.